عندها بنت ومخبية عن الناس كلها، والشبه بينهم ملوش زي. جمالها كان بيخطف عين كل اللي يشوفها، وحلاوة لسانها وروحها كانت سابقة شكلها. صوتها كان من الجنة وليه جمهوره لحد دلوقتي. بعدت فجأة عن كل حاجة، فجأة في عز نجوميتها، والسبب اللي اتقال حواليه مفاجآت كتير. الحجاب كان ليه علاقة بإنها بعدت، وأحمد زكي بعد عنها بسببها، ومحمود عبد العزيز رفض حبها، وخطيبها الأولاني حكايته معاها حكاية. إيمان الطوخي نجمة من العيار التقيل قوي في جيلها، واثقة في نفسها وكانت عارفة هي بتعمل ايه. يا ترى ايه حكاية بنتها اللي رجعتها للنور تاني؟ وهل فعلا أحمد زكي بعد عنها عشان هي اللي طلبت؟ ومحمود عبد العزيز رفض حبها ليه؟ كل ده وأكتر هتعرفوه عن حياة إيمان الطوخي اللي اعتزلت الفن من 22 سنة. يا ترى راحت فين وبتعمل ايه؟ خليكم معانا وهتعرفوا كل حاجة في الفيديو ده. إيمان الطوخي كانت واحدة من نجوم التسعينيات، وكان ليها طلتها بسبب جمالها واللي كانت بتجمع الناس كلها حواليها. كانت تبان هادية ورقيقة، بس دي ما كانتش الحقيقة. إيمان الطوخي كانت شخصية واثقة من نفسها جدا، وكمان عارفة إنها قوية، وكل خطوة في حياتها عارفة هي عايزة تعمل فيها إيه. كانت بترفض إن أي حد يفرض عليها رأيه أو يتدخل في حياتها وشغلها. حبها للفن وصوتها الحلو خلاها دخلت كلية إعلام ودخلت فرقة التمثيل والغناء. كانت بتاخد المراكز الأولى في كل المسابقات اللي بتتعمل في الجامعة، وبعدها بدأت تاخد خطوات سواء في التمثيل أو في الغنى. وكان بيتقال عليها من كل اللي حواليها إنها شخصية كسلانة ومش بتحب تشتغل كتير، بس هي كان ليها وجهة نظر إنها بتحب إنها ما تخسرش الجمهور، وبتنتقي أي شغل بتعمله ببطء شديد. حتى الأغاني كانوا بيشبهوها بإنها من زمن الفن الجميل. أغنية من النظرة الأولى كانت قصة حب حقيقية جمعت بينها وبين الملحن محمد ضياء، ورغم انها كانت اكبر منه ب9 سنين اتخطبوا، واستمرت خطوبتهم دي 3 سنين، ولحد دلوقتي هو رافض يقول السبب. ده غير بقى اللي بعدها بكام سنه دخل على الخط وهو احمد زكي، واللي كان مش بيفوت حفله ليها، وحاجز لنفسه مكان في الصف الاول في كل الحفلات، وكان عايز يتجوزها وفتحها في الموضوع فعلا. واللي اتقال عليها وقتها ان هي كمان كانت بتحبه، بس رفضت انها ترتبط بيه، وكانت خايفه عليه عشان هي الاشاعات مش بتبطل عنها وعن سيرتها. وعلشان كده الاتنين ما ارتبطوش بشكل رسمي رغم حبهم لبعض. بس بقى الحب اللي هي ما قدرتش تمنع نفسها منه هو حبها لمحمود عبد العزيز، وده كان في مسلسل رأفت الهجان، وهو رفض يحب أستر بولانسكي، الدور اللي خلاها قريبة من الجمهور جدا. إيمان فجأة قررت إنها تبعد عن كل حاجة وتاخد جنب بعد الإشاعات ما زادت في آخر التسعينيات، واتقال إنها اتجوزت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإن سوزان مبارك بتغير منها وحاجات تانية كتير. والمقربين منها خرجوا وقالوا إنها تعبت من كتر الكلام ونفسيتها مش مستحملة وهتبعد عن المجال. وفعلا شوية وقررت إنها تروح تحج زي أي حد، وبرضه وقتها ما سلمتش من الإشاعات، واتقال إنها خلاص اتحجبت وانضمت لجماعة دينية واتحجبت وبعدت عن كل حاجة. وفي الوقت ده كان في فنانات كتير جدا بتتحجب فعلا. فهي خرجت في لقاء مسجل ليها وقالت ما حصلش، وانا خلاص مش عايزه حاجه وهبعد تماما ومحدش يجيب سيرتي. اختفت ايمان الطوخي من 2003 لحد 2025 علشان ترجع تاني وتظهر بسبب واحده تيك توكر اسمها مروه، قالت انها بنتها وبنت مبارك، وده رجع اسم ايمان الطوخي للساحه تاني، بس المره دي بشكل مختلف. والناس كلها كانت عايزه تتاكد او تنفي الاشاعات اللي بتتقال عليها دي من اكتر من 30 سنه، بس هي ما ردتش على اي حاجه خالص، لا اكدت ولا نفت. وخرج ابن اخوها وقال عمتي ملهاش دعوه بمين بيقول عليها. انتوا بقى شايفين ايمان الطوخي كانت تستاهل تكمل في الفن ولا لا؟